السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. الحلقة اللي فاتت كانت حلقة ريفيو المباراة مع غزل المحلة وخروج المباراة بالتعادل 0-0. وحسيت كده من الحلقات اللي فاتت إن الواحد بقاله فترة ما بنتكلمش كده مع بعض، ما بنتكلمش خارج المباريات، بقت الحلقات كلها تعليق بس عن المباراة، والواحد بيبقى متعصب ومتنرفز طبعا، عشان يعني احنا عارفين عدم فوز الاهلي معناه ان الواحد مزاجه هيتعكر، واحنا كلنا بنستنى مباراه الاهلي عشان نشوف الاهلي بيلعب وبيسجل وبنحتفل، فيعني ده شيء طبيعي جدا، واكيد انتوا بتبقوا عندكم نفس الشعور يعني اللي بيبقى عندي بعد اي تعثر. يعني حاجه بس حابب اعلق عليها من الحلقه اللي فاتت، لان انا شاهدت بعض صانعي المحتوى سواء بقى على فيسبوك، على تيك توك، على اليوتيوب، وكانوا بيتكلموا على المباراه اللي فاتت، فحسيت ان في كلام متداخل شويه كده حتى بين كلامي وبين بعض الناس برضو، وهو في ان هل المباراه فعلا كان رتمها بطيء ولا رتمها سريع؟ اصل الناس بتقول كده والناس بتقول كده. انا هشرح لك انا قصدي ايه، لان في ناس كتير قالت قوي ان الاهلي كان بيتاخر في البساط. من الاخر عزيزي المشاهد، المشكله اللي كانت اللي عند النادي الاهلي يوم مباراه غزل المحله ما كانتش في سرعه الخروج بالكوره، لان انت الهجمه بتتكون من مرحلتين: مرحله انك بتخرج من الكوره من عندك، وبعد كده انت بقيت في نص ملعب الخصم بتحاول ان انت تقتحم خطوطه عشان تسجل الهدف. دول المرحلتين بتوع اي هجمه يعني. النادي الاهلي بصراحه ما كانش عنده مشكله في الخروج من الكوره سريعا، وانا ده اللي حبيت اوضحه حتى على كلامي بتاع الحلقه اللي فاتت. انت ما كانش عندك مشكله في انك تخرج بالكوره سريعا من منطقتك. طبعا ده يعود بنسبه كبيره لان غزل المحله اصلا ما كانش ضغطك في حاجه، غزل المحله كان متراجع تماما طول ال 90 دقيقه، يعني يمكن حاول في كورتين بس كده. فعلى حين اخر، انا الحلقه اللي فاتت لما كنت بتكلم معاكم بقول لكم ان انت كان المفروض تتقل اللعب شويه، مش في ان انا قصدي في نص ملعبك، سوري، مش قصدي في نص ملعب الخصم. هو انت كده كده ما كنتش بتعرف، فبتزود باصات كتير قوي لحد ما هم بقى يتمركزوا صح وسليم ومظبوط، وكان لازم من الشوط الاول تفهم ان هي خلاص كده مقفوله، فتبدا تتكلم في الخطه اللي انا كنت بقول لك عليها، وهي ان انت تزود لمساتك للكره في نص ملعبك مش في نص ملعب الخصم. فبالتالي وجود واحد زي قفشه كان هيبقى مهم، هو وبين رمضان، لو انت هتلعب بالخطه دي، ان دول اتنين كورهم اللي في العمق وكورهم الطوليه بتبقى متقنه. بن رمضان يمكن اسرع من قفشه شويه، بس قفشه نظرته للملعب يا جماعه بتبقى كويسه، واللي فعلا مش عايز ينتقد قفشه وخلاص عارف ان قفشه عنده الحته دي، ما عندوش السرعه ويفتقد السرعه، لكن عنده نظره للملعب كويسه وبيودي كور كويسه قوي. فوجود اتنين زي دول كانوا يخرجوك لنص ملعب الخصم بعد ما انت تسحبه وتطمعه من بعد، يعني يا دوبك في اواخر الشوط الاول او بدايه الشوط الثاني، عشان يبقى عندك وقت تنفذ الخطه دي. طبعا مع مرور الوقت في الشوط الثاني بقى خلاص من المستحيل انك تبدا اصلا تنفذ البتاع دي، لان غزل المحله مش يعني لا المدرب ولا اللعيبه غبيه ان هي تبدا تطمع وخلاص المباراه بتنتهي، يعني لان ده هم ما بيلعبوش نهائي كاس، فما فيش عندهم ال مش هقول لك الاراده، بس روح المغامره. ما كانش عندهم روح المغامره، وما كانش هيبقى عندهم روح المغامره طبعا، لان انت هتغامر قدام النادي الاهلي اكيد هتتوقع انك ممكن تخسر. فده كان عشان كده كنت بتكلم ان ده كان من الاحسن ان هو يبقى في اواخر الشوط الاول بدايه الشوط الثاني طبعا. وفي ناس طبعا، الناس طبعا اللي قالت مليون في المية ان انت الشوط الثاني خلاص هتبدا بقى تزحم قدام كوره تلطش وتيجي، طبعا هو ده كان الحل الوحيد قدامك، لان انت خلاص انت فقدت انك تسيطر على المباراه، وده اللي انا قلته الحلقه اللي فاتت. غزل المحله خلاك تلعب بالطريقه اللي هو عايزه، وفكرك ان انت طول المباراه ان انت كنت بتلعب كورتك، انت ما كنتش بتلعب كورتك، لان كره الاهلي مش ان هو انا هضغط وخلاص، لان يعني ما هو اصلا ده سهله يعني، لكن هي فكره ان انا اقرا المباراه واقرا تغيرات المباراه واقرا انا محتاج اعمل ايه، اغير بدري. الكلمه اللي انا دايما بقولها، اغير في اول نص ساعه لو احتجت انك تغير في اول نص ساعه في اي مباراه ما انت عايز تكسبها. اغير في اول نص ساعه، لو انا هغير وشايف الملعب مش مستحمل الخطه اللي انا حاططها دلوقتي اغير، عشان ما ناخدش كتير في القصه دي، لان في حلقه كامله انا شرحت لكم فيها دي، انا بس قلت اوضح لو كان في اي لبس من اي نوع يعني تجاه هو الملعب كان بطيء ولا سريع، فانا شرحت لكم الحتتين ده من وجهه نظري برضه. دي بالنسبه لاول جزء في الحلقه. الجزء الثاني وهو التبعيات بقى، التعادل مش الاول والبدايه السيئه للنادي الاهلي، واعتقد يعني ما فيش اتنين مختلفين على القصه دي بدايه سيئه يعني جدا. ونيجي للتصريحات، انا ما قريتهاش صريحه، بس أنا في اخبار كتير طالعه بتقول ان في تصريحات، سواء بقى كابتن احمد شوبير او حد تاني بيتكلم على ان برضه تاني قصص ان الجماهير مش هي اللي هتقرر، وفي مجلس اداره ومش رايي ولا رايك اللي يمشي والكلام ده كله.
انا على فكره يا جماعه ما عنديش مشكله في ده، لان طبيعي في مجلس اداره، هو في الاخر مجلس الاداره اللي يتحمل المسؤوليه، بس فعلا بقى يتحمل المسؤوليه، لان هو من الواضح يا جماعه ان احنا بقى لنا فوق الموسم القروي اللي هي دلوقتي داخلين في سنه في اخطاء كتير المفروض فعلا المجلس يتحملها، بس ما بيتحملهاش، عشان في ناس فاكره ان الاهلي او جماهير النادي الاهلي لما بتتكلم او بتنتقد ده كده ان هي بتهاجم كابتن محمود الخطيب لشخصه، ولا بتهاجم اي حد في مجلس الاداره، بتهاجم مدرب، بتهاجم كل الجماهير دي، وانتوا اكتر ناس عارفه ان الجماهير دي بتتكلم لمصلحه النادي الاهلي بس. وادعاء او هما يعني مش بقول كابتن احمد شوبير او حد معين يعني، بس مكالمه الجماهير ان انتوا مش الاضرب بمصلحه الفريق، الجماهير اللي بتسيب اشغالها وبتسافر رايح جاي ورا الاهلي في كل حته، والناس اللي سهرت للفجر بالايام عشان تتفرج على مباريات وتغطيات الاهلي في كاس العالم، واللي السنه اللي فاتت كان معظم جماهير النادي الاهلي شايفه ان مارسيل كولر مبطل كوره من اول الموسم خالص، والقصه ما كانتش في لعيبه، القصه في سيطره على لعيبه من قبل، وانا بقول الكلام ده وما زلت بقوله، انت مشكلتك مش في لعيبه، وما كانش مشكلتك في السكواد اللي قبل السكواد اللي موجود ده دلوقتي، وده ظاهر اهو دلوقتي، ما اتضح ان الموضوع مش سكواد، لان احنا بدانا نسمع تاني كلام من نوع امام عاشور لو رجع وهو الحصان الاسود وهو اللي هيقوم الفرقه تاني والكلام ده. يا جماعه ماشي، ما هو بس عايزين ما ننساش ان احنا بعد التدعيمات لما امام عاشور كان لسه عنده الحماس بتاع ان انا الظاهر ونجم الشباك رقم 1، كلنا معظمنا اعترض على انانيه امام عاشور في لقطات كتير كانت المفروض تخلص بجماعيه احسن من كده، واتكلمنا كلنا في الموضوع ده، فان احنا نرجع نتكلم تاني ان احنا محتاجين امام عاشور عشان يرجع هو اللي يشيل الفرقه، ده كلام يا جماعه مش عاري من الصح، عاري من الصح. وامام عاشور لما كان شايل الفرقه مش عشان انت ما كانش عندك لعيبه، انت كان عندك لعيبه بس هم مش عايزين يلعبوا، والمدرب كان سايبهم براحتهم، ومفيش ثواب ولا عقاب، ودي قصه تانية هرجع اتكلم فيها، بس رجوعا للجماهير تاني. فالجماهير النادي الاهلي اللي فاهمه، وان هي طبعا اصلا ان هي بتشجع النادي الاهلي، ده يثبت لك ان دي اكتر ناس فاهمه ان اختارت اعظم فريق في القاره كله ان هي تشجعه، فدي ناس فاهمه وفاهمه كوره، ولما نظرتها لمارس كولر كانت صح. فلما تلاقي معظم الجماهير دلوقتي قلب على ريبيرو، هي مش قصه نتائج بس، لان انا دي كلمه هفضل اقولها ما دمت بعمل فيديوهات، القصه يا جماعه مش في مكسب وخساره، القصه في ان احنا نلعب، نشوف كوره، نشوف اي حاجه، نشوف حتى تخطط، نشوف تبديلات، نشوف حرب، نشوف يعني هتقولي جزم انت تسال على تريزيجيه، انا مش قصدي كده، الاراده، الشراسه ان احنا كفريق، احنا بالسكواد ده، لما تسمع كذا يوتيوبر بيتكلم ان لعيبه الفرقه الاخرى دلوقتي في الدوري لما بتنزل تلعب قدام النادي الاهلي بينزلوا جواهم احساس كده، انا عايز اشوف اللي بيقبض من الملايين دي بيعمل ايه، انا ما بعملوش، وكله بقى نازل دلوقتي عايز يبين اللي هو انتوا ورق، وللامانه انتوا سايبينهم يقولوا عليكم ان انتوا ورق دلوقتي، ما هو التريقه شغاله، تقول لي بص انت بقى عايز تشير الكلام بتاع الناس اللي عايزه تهبط الفريق وبتقول كلام وحش على الفريق، والله انت لو شايف ان انا ده اللي بعمله خلاص ده رايك، وانا يعني مش هعارضك فيه، بس انت فاهم وانا فاهم ان انت اللي بتقوله ده بلح يعني. فعيب يا جماعه لما نتكلم على جماهير النادي الاهلي ان هي مش الجماهير اللي فاهمه، ولا اللي هو سيبوا مجلس اداره يتصرف، مش انتوا اللي تقولوا ما اصل هي لو مشيناها كده كل يوم هنغير واحد، لا 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 يا جماعه، لا، وعمرها ما كانت كده، احنا صبرنا على مدربين اوحش من كده بكتير بكتير. فجماهير النادي الاهلي فاهم، انا مش بقول ان في حد قال على جماهير النادي الاهلي كده، لان انا شخصيا ما قريتش تصريحات كابتن احمد شوبير كلها، ولا سمعت يعني التصريحات بتاعته كلها، بس انا كابتن احمد شوبير في حاجه هو نفسه من فتره قبل ما يلتحق بقناه النادي الاهلي كان بيتكلم فيها، وقال لما اتسال تروح قناه النادي الاهلي قال لك ما ينفعش، لان انا بتكلم بحياديه مع حبي للنادي الاهلي، او بما معناه ان انا ما بقولش الكلام اللي قاله صريحه بالظبط، بما معناه ان هو الراجل فعلا كان على طول بيدافع، ويعني لينا صولات وجولات وفيديوهات وميمز قد كده على كابتن احمد شوبير، وهو حتى بيدافع حتى اللي هو على غلط، يعني هقول لك اهو لو على غلط، حتى هو قبل ما يبقى حتى في قناه النادي الاهلي، بس لما كان بيلاقي اي حد بيهاجم النادي الاهلي كان بيقف له، وكلنا كنا بنحب كابتن احمد شوبير، وكنا بنقول دايما يا رب ان الحمد لله ان هو في صفنا، لو انتوا فاكرين يعني القصص دي. لكن كابتن احمد شوبير اول ما انتقل لقناه النادي الاهلي دلوقتي، انا شايف ان هو الموضوع اكتر انتقل لان هو بقى سلاح للدفاع، مش الدفاع بقى، انا ما بشوفش ان ده دفاع دلوقتي عن الكيان، لان انت لما تفضل تذكر جماهير النادي الاهلي في كل او في معظم دلوقتي الحلقات، ونبدا نشيل جماهير النادي الاهلي من السنه اللي فاتت، حاجات كتير ومشاكل كتير بتحصل من اول الصفقات، لما طلعتوا قلتوا على جماهير النادي الاهلي ان احنا عشان بنشير البوستات وبنقول مين جاي ومين مش جاي، فالنوادي بتغلي على النادي الاهلي ثمن الصفقات، فدلوقتي بقى الجماهير هي السبب في كل الحاجات،
والكلام اللي طلع ان طرد هاني ده عشان الجماهير بتهاجمه، انا بقولش برضه تاني كابتن احمد شوبير، بس انا بالنسبه لي كابتن احمد شوبير دلوقتي هو القامه الاكبر اعلاميا، يعني بعد كابتن مدحت شلبي ربنا يديله الصحه. وانا في رايي ان هو هيفضل كده، واللي جاي بعديه ابراهيم فايق. تحب بقى ده تكرهه، هو دي الحقيقه. فكابتن احمد شوبير هو المناره الاعلاميه دلوقتي للاعلام الرياضي في مصر، ده حقيقه، تكرهه تحبه دي حقيقه ولازم تعترف بيها. فانت لما بيبقى قدامك القائد، لا يا جماعه جماهير النادي الاهلي كبيره، ما ينفعش يبقى ارائها مهمشه، وما ينفعش لا نسمع لراي الجماهير، لا تسمع له ماشي، مجلس الاداره هو اللي بياخد القرارات في الاخر، بس نسمع له، ما نبينش ان هو مش انتوا اللي هتحكموا ومش انتوا اللي تقولوا. ولو ما قالش التصريحات دي المره دي فهو قالها قبل كده، وياما دافع عن مارسيل كولر برضه. فهي قصه مش في هجوم على كابتن احمد شوبير، انا بحب كابتن احمد شوبير جدا، وانا في اعتقادي زي ما بقول لكم المناره الاعلاميه للاعلام الرياضي، والحمد لله ان هو اصلا يعني المناره الاعلاميه دلوقتي ده تبع النادي الاهلي، فده شيء مفروغ منه يعني. بس يا جماعه فندي جماهير الاهلي قيمتها لما اللعيبه تغلط يا جماعه، لان احنا سمعنا ان بعد برضه مباراه غزل المحله ان في عقوبات اتطبقت، بس مش هتطلع. وليه ما تطلعش يا جماعه؟ ليه ما نحسسش الجماهير ان احنا بنعاقب؟ احنا بس كنا فالحين ان كابتن محمد رمضان السنه اللي فاتت لما الجماهير انتقدت ياخد اللعيبه ويدخلها جوه، فاحنا بقالنا يا جماعه احنا بقالنا سنه دلوقتي في مواقف غريبه بتحصل على الجماهير النادي الاهلي، وان احنا شايلين اخطاء، حاجات كتير قوي بتحصل هي اللي موقعه النادي الاهلي، واللعيبه دي تمام والمدربين تمام والمجلس الاداره ما بيغلطش. انسحاب بقى مش انسحاب، نخسر افريقيا نطلع من افريقيا نطلع مش عارفه ايه، اداء زي الزفت في كاس العالم للانديه. ريبيرو بقى له كام مباراه ما قالوش بصمه، انت مستني ايه؟ وقعد يقول لك انا ما عنديش وقت، ولعبته وديات، اعتقد دي اول مره من فتره النادي الاهلي يلعب كميه الوديات دي في بدايه موسم، وفي الاخر مش شايفين حاجه. وارجع لحلقه قبل الحلقه بتاعت قبل اصلا مباراه غزل المحله، لما انا قلت لك عادي انت هتكسب بيراميدز وتصالح النادي الاهلي، تخيل لو ما كسبتش غزل المحله. وارجع شوف الكلام ده انا قلت لك يبقى انت كده عندك مشكله استمراريه، ودي حاجه اوحش بكتير من انك اصلا تخسر ماتش بيراميدز ولا تخسر ماتش غزل المحله، لان ده معناه ان انت بقى ايه، مباراه مباراه لا، مباراتين مباراه لا، مش هينفع. انت بتشارك في بطولات كتير ونفسك لازم يبقى طويل، ما ينفعش ابقى انا تكتيف في مباراه كويسه والتانيه وحشه، يبقى مش هوصل لحاجه في الاخر. فيا جماعه الوضع دلوقتي يعني كواحد مشجع اهلاوي، يعني الوضع دلوقتي مش كويس. انا ما بقولش ريبيرو يمشي بكره الصبح، بس لازم يبقى في كلام، ولازم يبقى في كشف حساب واضح من مجلس الاداره. مجلس الاداره ما فيش بيانات بتطلع للجماهير دي، طيب حتى من ساعه الانسحاب ما فيش بيان طلع حتى يرضي الجماهير يشرح لهم اي حاجه، يقول لهم الوضع كان عامل ازاي. مفيش بيان طلع اعتذارا للجماهير على البطولات اللي احنا خرجنا منها، مفيش بيان على ان احنا خرجنا من كاس العالم للانديه وما وصلناش اللي احنا عايزينه. حاسس الجماهير بقت مهمشه، واللي هو احنا اديناكوا شويه صفقات جماهيريه، خلاص بقى انتوا عايزين ايه تاني؟ ما تسيبوا الاداره بقى خلاص، مش بنديكوا زيزو وعملنا لكم ومش عملنا لكم. ماشي جميل، في حاجات حلوه كتير، شركه الكوره ماشي، استاد الاهلي، كل ده كلام حلو، كل ده كلام بالنسبه لنا احنا كجماهير ده جزء تاني، انك بتنمي دي حاجه كويسه، مش على حساب بطولات، مش على حساب اداء، مش على حساب انك تبسط الجماهير بفوز. اخر حاجه انا حابب اختم بيها يا جماعه، ان احنا من بعد كابتن سيد عبد الحفيظ احنا ما شفناش انضباط في اوضه اللبس خالص. مع احترامي الشديد برضه كابتن احمد شوبير يطلع يتريق على الناس اللي بتتريق ان في مشاكل في اوضه اللبس، اللي هم بيقولوا في خناقات، دي قصه ثانيه، ماشي عارف مفيش خناقات يا سيدي، مفيش خناقات عشان هم هيتخانقوا ليه يا جماعه؟ ما هم اصحاب مع في بعضهم وشله كلها بمديرين فنيين بمديرين كوره، ما هي كلها اصحاب دلوقتي. فهيحصل مشاكل في اوضه اللبس ليه يا جماعه؟ ما اللعيبه ما فيش لعب ومدير فني ما بيعملش، واحنا الجماهير مش شايفه حاجه، تقول لي لا ما هو الاصلاح بيحصل داخلي. ما احنا سمعنا كده في كولر يا جماعه، وسمعنا ان الكابتن محمود الخطيب قعد مع كولر جلسات، وكان جلسات حازمه، وقال له بص بقى اللي يحصل واللي ما يحصلش. ما احنا طلعنا خلاص، ما احنا كان الموسم راح في داهيه، وما لحقناش نجيب مدرب ولا نفكر في مدرب كويس. وده اصلا كان شيء غريب جدا يا جماعه، ان احنا ما كانش فيه بدائل من الاول الموسم خالص محطوطه بخطه. ريبيرو توسمنا فيه خير، بس كان على اساس ايه برضه؟ ما احنا رجعنا قلنا اهو دلوقتي، طب وعلى اساس ايه؟ بياخد وقته، يبقى طب ليه فعلا جه كاس العالم للانديه؟ انت كنت محتاج واحد فعلا يجرب في كاس العالم للانديه.
ويجرب ان هو عايز يفتح طريقه لعب مختلف، اصلا هو ما يعرفش لسه عنده الامكانيات دي ولا لا. فيا جماعه علامات استفهام كبيره جدا. انا ما اعتقدش ان يعني لا بتعادل او خساره من ماتش بيراميدز، ما اعتقدش ان في محتاج يبقى اصلا في يعني مجال للكلام في اي حاجه خالص. بالعكس انا اعتقد ان انت حتى بفوزك على بيراميدز، قصه ان ريبيرو يمشي من عدمه، ولا ان احنا يتم التفكير تاني في ان احنا هنعمل ايه في قصه المدير الفني ده، لان واضح ان ريبيرو عنده مشكله في الاستمراريه على الاقل دلوقتي. تاني انت ممكن تستنى على مدير فني فتره، بس مش وانا خارج من موسم الجماهير من الاخر بلعاه، وانا هفضل اقول الكلمه دي. الموسم السنه اللي فاتت الجماهير بلعاه بالعافيه، فده مش الوقت اللي انا اقول اصبروا والنبي اصل المدير ده هيبني. لا انا كنت محتاج، ما بص بقى، ما هو اصل انت دلوقتي تقول لي لا، ما هو بص بقى انت بتتكلم ازاي على ان هي انفعال الجماهير ومش، لا 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 خالص. ليه انفعال الجماهير؟ ما هو انا طبيعي بعد موسم سيء جدا، انا طبيعي الموسم الجاي عايز ابدا اعوض بقى ده، عايز ارجع انا الجماهير بقى وتبقى شايفه ان النادي ايوه والاداره واللعيبه و لكن احنا جايبين لعيبه اسامي بالاداء ده مع استمراريه الاداء ده، وعدم هيبقى بقى في بعد كده، مش هقول لك سبورت من الجماهير عشان الناس ما بتحبش الكلام ده، لا يا سيدي الجماهير هتسبورت وكل حاجه، بس مع هجوم جماهير مستمر. فانت ليه تبدا في جيل زي ده كان المفروض يبدا عالي، انك تبدا تهبطه كمان بانتقاد جماهير باسامي زي اللي موجوده؟ ليه يبقوا متضايقين ان هم عارفين ده، لو اصلا متضايقين ان هم يعني اصلا لو هم مستعنيين الجماهير. بس كده يا جماعه، انا يعني هنشوف ماتش بيراميدز ولينا كلام بعد ماتش بيراميدز. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.